ازاي اعرف ان ابني اللي عمره من 6 ل10 سنين ممكن يكون اتعرض لصدمة نفسية؟ السن ده هو سن المدرسة الابتدائي، وفي السن ده الأطفال بتحب الألعاب اللي فيها قوانين واضحة، وكمان بيحبوا لعب الأدوار، وبيألفوا قصص وبيعبروا فيها عن مشاعرهم المختلفة، وبيستخدموا فيها قدراتهم على الربط بين الأسباب والنتائج. أما الأطفال اللي تعرضوا للإساءة فبيكونوا محبطين أو فيهم عنف وهم بيلعبوا، ولما يكون في منافسة بتظهر مشكلة القوة والسيطرة اللي عندهم في شكل اندفاع وغضب وإحساس إنهم في حالة دفاع دائم عن النفس، لأنهم بيكون عندهم صعوبة في إدارة مشاعرهم أو رغباتهم. في المواقف الاجتماعية اللي بتضغط عليهم ممكن يبانوا خايفين أو مهيبرين أو يتصرفوا بطريقة أصغر من سنهم. الأطفال اللي تعرضوا للإساءة بيكونوا عرضة للتنمر أكتر من باقي الأطفال، وممكن يدخلوا في مشاكل كتير في المدرسة، لأنهم يا إما بيكون عندهم روح منافسة شديدة جدا وإصرار رهيب، أو بيكونوا منسحبين جدا وسلبيين جدا، وفي الحالتين ده بيعمل لهم مشاكل مع أصحابهم. وعشان نعرف نساعدهم محتاجين يكون في بالنا إنهم ممكن يحتاجوا مساعدة في التعبير اللغوي سواء الشفوي أو الكتابي، وإنهم بيساعدهم جدا إننا نتكلم معاهم عن المشاعر والاختيارات وكيفية حل المشكلات. بفكركم انه رغم ان كل السلوكيات دي ممكن تظهر نتيجة تعرض الطفل لصدمة، الا انها كمان ممكن يكون ليها اسباب تانية كتير. علشان كده لو شفت حاجة من السلوكيات دي ما تترددش انك تروح لمتخصص وهو يدلك على التصرف السليم. وكمان بفكركم اننا صحيح مش هنعرف نتحكم في كل حاجة بيتعرض لها اولادنا، بس رد فعلنا بعدها له تأثير مهم وكبير جدا جدا جدا.